السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الرز بالدجاج مبخر في الكسكاس كوجبة عشاء او ممكن حتى غداء، كتجي رائعة ولذيذة ومقادير بسيطة وكذلك طريقة تحضير ولا اسهل، فتابعوا معايا الفيديو للاخير وفرجة ممتعة. اول شيء كناخذ كميه ديال الرز على حسب افراد الاسره. الرز الاصفر هنا عندي كميه ديال زلافه تقريبا، غادي نغسلوه مزيان مزيان واحد جوج مرات ولا ثلاثه حتى كيتصفى من هذاك النشا ديالو. وغادي نزيد عليه بعد ما غسلته مزيان، غادي نزيد عليه الكميه ديال الماء الكافيه وغادي نديرو يتسلق مع شويه فقط ديال الملحه، غير نص سلقه يعني ما نطيبوهش حتى يطيب. هنا غادي ندوز نحضر التتبيله. غادي نحتاج بصله صغيره اللي مقطعه مكعبات صغيره، وهنا عندي جوج فصوص ديال الثوم اللي حكيتهم، وغادي نزيد شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. وهنا غادي نزيد في التوابل، عندي شويه ديال الملحه على حسب الذوق وشويه ديال البزار، كذلك غادي نزيد شويه ديال السودانيه، ممكن تستغناو عليها الا ما كتبغوش الحار. هنا عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال سكينجبير، وغادي نزيد شويه ديال الخرقوم. الا عندكم توابل الدجاج حتى هما ضيفوهم. هنا ضفت واحد ملعقه صغيره ديال لا موطارد او الخردل، وتقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وكندمج هاد التتبيله جيدا جيدا حتى كينسجموا ليا هاد العناصر هادو. ممكن كذلك هنا تضيفوا شويه ديال مركز الطماطم الا بغيتوا هاد الوصفه تجيكم محمضه ويجي اللون ديالها احمر، وممكن تستغناو عليها. صافي بعد ما دمجت هذيك التتبيله مزيان مزيان، غادي نبدا نضيف قطع ديال الدجاج بعد ما كنفلحهم واحد شويه باش كتدخل فيهم التتبيله، وكذلك كيدخل عليهم حتى الطياب. بالنسبه للكميه ديال الدجاج فانتم كديروا على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب افراد الاسره ديالكم. ممكن ديروا دجاجه كامله يعني صحيحه، كيف ما ممكن ديروا قطع ديال الدجاج كيف ما درت انا. صافي هنا غادي نشرملهم وغادي نتبلهم مزيان مزيان، وكنحاول ندخل هذيك التتبيله في هذوك البليصات اللي كما تشوفوا معايا فلحتهم باش كتدخل عليهم وكيتنسموا. ومن الاحسن هاد الدجاج نخليوه مرقد على الاقل واحد الساعه باش كيتلذذ بهذيك التتبيله وكتدخل عليه مزيان مزيان، وبالتالي كيجينا لذيذ وكيجينا بنين. صافي هنا غادي نخليه حتى كيترقد واحد المده ديال ساعه. وهنا فغادي نجيب الكسكاس فاش غادي نطيبوا هاد الاكله هذه. هنا غادي نحط هذوك القطع ديال الدجاج كما تلاحظوا معايا، كنحاولوا نديروا الجهه ديال اللحم هي اللي من الاسفل باش كيدخل عليها الطياب وكيطيبوا لينا بسرعه. صافي هنا كنستفهم وغادي نردو يطيب على البخار. وبالنسبه للبقيه ديال التتبيله فغادي نزيد عليها الخضر اللي مقطعه مكعبات صغيره. هنا درت الفلفله والجزر، ممكن كذلك تزيدوا جلبانه، ممكن كذلك تزيدوا بطاطا الا عندكم وليدات الصغار كيبغيوها. وهنا غادي نزيد هذاك الرز بعد ما تسلق نص سلقه وبردته بالماء وخليته كيتقطر مزيان مزيان حتى كينشف، ما كتبقى فيه حتى شي قطره ديال الماء. كنزيدوا لها التتبيله مع هذوك الخضر. صافي وغادي ندمج الكل جيدا جيدا حتى كيتلبس ليا هذا الرز بهذيك التتبيله وكيتنسم. وكتذوقوا الا خاصه الملحه كتزيدوها، الا خاصه الخرقوم او جاكم اللون ديالو بيض كتزيدوه. ممكن كذلك تزيدوا شويه ديال مركز الطماطم باش الا بغيتوا هذا الرز يجيكم احمر. والخضر كتبقى على حسب الرغبه ديالكم، وممكن كاع تستغناو عليها وتخليو فقط الرز مع هذيك التتبيله. هنا كما تشوفوا معايا زدت شويه ديال الخرقوم وزدت شويه ديال التحميره باش يعطوني واحد اللون اكثر. وغادي نستمر في الخلط بهذا الشكل هذا حتى كنخلط هذا الرز مزيان مزيان وكنحس به انه انسجم ودخلت فيه هذيك التتبيله او الشرموله. هنا زدت جوج وريقات ديال سيدنا موسى. صافي وغادي نخلي هذا الرز جانبا حتى كيطيب ليا هذاك الدجاج، يعني كيقرب يطيب اولا كيطيب تقريبا، كتبقى ليه غير واحد ربع ساعه. وكنزيد ليه الرز هنا كما تشوفوا معايا من الفوق، كنحاول نسرحه بهذا الشكل هذا. صافي هنا بعد ما زدت هذاك الرز على الدجاج غادي نغطيه بورق الطبخ وغادي نغطيه بالغلاقه ديال الكسكاس وغادي نعاود نرجعو للبخار باش يطيب مزيان مزيان. هنا زدت واحد شويه ديال مزيوده ديال الحار الا كنتو بغيتوها، يعني اختياريه ماشي ضروريه.
صافي وغادي نخليه يطيب. كما تشوفوا معايا راه ما كياخذش وقت كبير ودغيا كيطيب ودغيا كيوجد. هنا فكنقلبوا الروز يعني كنشوفوا انه دخلوا الطياب ولا مازال. هنا كما تشوفوا معايا هذه هي النتيجه بعد ما كيطيب لينا هاد الطبق. هذا رز بالدجاج كيجي من اروع ما يكون. وكما تشوفوا معايا هذاك الروز كيجي حبه حبه، ما كيجيش معجن نهائيا، كل حبه كتجي مفروزه بوحدها. كما تشوفوا معايا كيف من التحت كيف من الفوق كيجي كله مفروز وكيجي طايب مزيان كما تشوفوا معايا. وهذيك الخضار كذلك كطيب مع الرز في وقت واحد، يعني دغيا دغيا كطيب. كما تشوفوا معايا الرز غادي تشوفوا معايا انه طايب مزيان، ومع ذلك راه تيبقى مفروز وكيبقى حبه حبه. طريقه اللي زوينه بزاف باش نطيبوا بها الرز وكتجي من ألذ ما يكون، وكذلك سهله يعني كتخليوها كتبخر وكتمشي وكتخليو ليها الوقت الكافي، كترجعوا كتلقاو الاكله طابت وكتجي من اروع ما يكون. كما تلاحظوا معايا كيجي كله حبه حبه. هذوك ورقه ديال سيدنا موسى فكنحيدهم وغادي نجيب صحن ديال التقديم اولا التبصيل فين غادي نقدم هذا الرز وغادي نقلبوا فيه بهذا الشكل هذا يعني ولا اسهل. وكتكون هذه هي النتيجه ديال الرز بالدجاج كيجي من اروع ما يكون. ما بقى ليا الا نقاد الشكل ديال هذا الرز هذا كما تشوفوا معايا بهذا الشكل. ممكن كذلك تضيفوا عليه شويه ديال اللوز مقلي الا توفر عندكم، اولا تخليوه غير بحال هذا الشكل هذا راه كيجي من اروع ما يكون. وحتى هذاك الدجاج كما تشوفوا معايا راه كيجي طايب زبده، يعني كما تشوفوا معايا كيجي طايب مزيان وداخل الطياب ومذاق ولا اروع. وكذلك الشكل ديالو كيجي من اروع ما يكون. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها للغداء او للعشاء. وجبه عشاء اللي صحيه مغذيه وخفيفه وكذلك سهله ما كتاخذش بزاف الوقت في التحضير ديالها. فكنتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، تعليق، اشتراك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، بارطاج مع العائله والاصدقاء لتعم الفائده. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. خليتكم على خير وشكرا للمشاهده والى اللقاء.